بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الكلام بالسلام على خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا سلام، سلم. الكبدة بتتكلم. بصي الكبدة وجمالها. بصي زي الملبن، بصي بتتقطع في ايدي ازاي. دي كبدة بانيه، اللي هي زي الكبدة اللي بتتباع في المحلات بتاعت الجمبري والمخ والكبدة وكده. دي كبدة بانيه، بس ما اقولكيش على طعامتها. وتحدي احلى من محلات، وبتحداكي وبتحدى اي محل يتحداني. اجمل من محلات واطعم بكتير. عايزه تعرفي اتعملت ازاي؟ هقولك اتعملت ازاي، بس انزلي بسرعه اشتركي وفعلي زر الجرس وكومنت حلو زيك واللايك بتاعك، وتعالي بسرعه عشان اقولك اتعملت ازاي. نبدأ بسم الله. أنا معايا كبدة شرايح زي ما انت شايفاها كده، شرايح رقيقة كده. تخلي الجزار يقطعها لك، أو انت جمديها وبعدين قطعيها، أو حتى هاتيها مجمدة، مفيش أي مشكلة. هي اللي بتتباع في المحلات ما بتبقى مجمدة، مش بتبقى بلدي. انت وإمكانياتك، ما تقفيش على حاجة. وزي ما اتفقنا قبل كده، الكبدة ما بتتغسلش بالمية، بتتغسل بالليمون. وبنتبلها بحوالي فصين 3 توم كده مفرومين، وشوية فلفل أسمر وشوية ملح، مش أكتر من كده. مش بكتر التوابل، على فكرة كتر التوابل بتضيع طعم الأكل. أنا هعصر كده اهو ليمونتين معاها. زي ما قلتلك الكبدة ما بتتغسلش بالمية، حتى لو ايدك مبلولة نشفيها قبل ما تمسكي الكبدة. الكبدة لو جه عليها مية بتبقى زفرة. هعصر عليها كده الليمونتين، وكمان هحط القشر. طب ليه يا ماما نانا بتحطي القشر لما بتيجي تتبلي لحمه ولا بتيجي تتبلي كبده ولا اي حاجه بالليمون؟ بتحطي كمان قشر الليمون. قشر الليمون فيه زيوت، لما بتحطيها الزيوت دي والريحه بتاعت الليمون بتبقى اشد في القشر، فما بتخليش اي زفاره. وادي اهو الفصين 3 توم اللي قلتلك عليهم مفرومين، مع ملح مع فلفل اسمر. بندعكم كده مع بعض. طبعا لو التوم عندك صحيح بتحطيه في الهون وبتدقيه عادي خالص. وبنحط بعد كده على الكبده، وبنتبل كله مع بعضه. ما بنسيبهاش اقل من ساعتين على الاقل. اسيبها متبله كده بالليمون وقشر الليمون والثوم والملح والفلفل الاسمر حوالي ساعتين. نغطيها ونركنها، واجيلك كده بعد ساعتين. دي ردة ناعمة، بتجيبيها كده من عند العطار او من اي فرن، بس عايزاها ردة ناعمة، ما تجيبيهاش خشنة. هنشيل بقى كده كده عدى الساعتين اهم. هنشيل قشر الليمون. خلاص كده، شكرا لخدماتك، عملت اللي عليك وزيادة شوية. هناخد كده بقى قطعة من الكبدة، بصي متبلة ازاي. هنفردها كويس وهنحطها في الردة زي ما قلتلك، ردة ناعمة. واي حتة هتلاقيها متنية، طبعا لانها رقيقة ممكن تلاقيها متنية، افرديها كده وغطيها بالردة. ما تخليهاش فيها حتة كده ما فيهاش ردة، غطيها كويس بالردة. وارجوك يا جماعة، برجوكم، انا برجوكم، التفاعل مع الفيديو هو اللي بيرفعه، مش بس المشاهدات. لازم اللايك، لازم كومنت حلو علشان الفيديو يترفع، علشان يبقى فيه تفاعل مع القناة، والقناة تترفع بيكم. القناة ما بتترفعش لوحدها، مش شغلي بس اللي بيرفع القناة. القناة بتترفع بالتفاعلات اللي عليها. فلو سمحتوا، فضلا وليس أمرا، اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس وكومنت حلو يا ريت كده هون، واللايك الجميل بتاعك يا قمر. زي ما انت شايفة كده بالظبط كده. اخلصهم كلهم وهرجع لك تاني بقى نبدأ نقلي مع بعض. شوية زيت كده على النار يسخنوا كويس، زي كأنك بالظبط بتقلي فراخ بانيه. بس الفكرة بقى هنا يا جماعة، في تركة صغيرة. الكبدة ما تتكيش عليها في السوا. الكبدة لو اتكيتش عليها في السوا وسويتيها زيادة بتجلد، يعني مش بكتر السوا. لو سويتيها بزيادة هتجلد معاكي، وتيجي تقطعيها كده تبقى عاملة زي الكاوتش، تبقى الجلدة كده عاملة زي الكاوتش.
لكن لما يبقى سواها حلو بتبقى معاكي كده زي الملبن، بتتقطع بسهولة معاكي، ما تبقاش مجلدة ولا فيها أي حاجة. بالطريقة دي كده بصي، يعني ما كملتش دقيقة كده وبنقلبها، وهنقلبها تاني برضو علشان تستوي كده براحتها معانا. هنقلب كده تاني بالظبط كده. بصي ما بتاخدش حاجة خالص في السوا. لو زودتي عليها السوا هتجلد معاكي، انا بنبهك اهو. كده كويس قوي، كفايه قوي كده. اطلعها كده واصفيها كويس من الزيت، وانا بقى ايه، ببقى محضره طبق كده فرشه عليه بقدونس او فرشه عليه جرجير، وبطلع عليه الكبده بتاعتي. هحط معاكم طاسه تاني علشان نشوف برضو مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين. ادي كده طاسه تانية اهي، بفردها كده، اي حته متنيه في الكبده بفردها كده علشان تستوي كلها كويس. بالظبط كده، اي حته متنيه بنفردها كده، ومسافه ما تحطيها مفيش دقيقه، ما بتكملش نص دقيقه كمان، وبقلبها على طول على الناحيه التانيه. زي ما قلت لك الكبده ما تتكيش عليها في السوا. بصي عامله ازاي ملبن، ازاي مش مجلده ولا حاجه. انت بقى لو اتكيتي عليها في السوا هتشديها تبقى زي الكاوتش معاكي، لكن بصي كده بتتقطع ازاي بكل سهوله. بصي الجمال، وما اقولكيش على الطعم حكايه. ما تنسيش اللايك بقى، وسندوتش حلو كده، افتحي رغيف بلدي كده، حطي فيه شويه جرجير وحته كبده وشويه مخلل من اللي قلبك يحبهم، وعيشي حياتك. وما تنسينيش في اللايك والشير والكومنت الحلو اللي زيك. والسلام عليكم.